أهلا بيكم. في الفيديو ده جايين نوضح فرق مهم جدا بين مصطلحين كتير مننا بيتلخبط فيهم، مصطلح equal ومصطلح equivalent. equal في اللغة العربية معناها تساوي، و equivalent معناها تكافؤ. طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ هنتكلم من أكتر من وجهة نظر حياتية، وجهة نظر الرياضيات، وجهة نظر البرمجة. طيب تعالوا ندي أمثلة ونحاول نستنتج الفرق بين الاتنين. في الرياضيات أولا، لو جينا نقول عندي حاجة اسمها equivalent fractions يعني كسور متكافئة. زي ايه؟ زي مثلا 1/2 و 3/6. بنقول ان هما equal، طبعا equal في الفاليو، equal في القيمة، لان 3/6 لو جينا نعمل لها simplification هتطلع 1/2. لو عملت 3 divide 3 هتطلع 1، و6 divide 3 هتطلع 2. 1/2 فده معناه ان 1/2 equal 3/6. نفس الكلام مثلا بالنسبة ل 1/3 و 3/9. لو 3/9 عملنا فوق ديفايد 3 وتحت ديفايد 3 هيطلع لي 1/3، فده معناها ان دول equivalent fractions. طب ليه بنقول كلمة equivalent مش equal؟ لان احنا هنا بنتكلم عن تساوي في الفاليو فقط. يعني التساوي هنا كان في قيمة التو fractions، في قيمة الكسرين بس. طيب في الحياة اليومية بتاعتنا بنقابل حاجة شبه كده. وليكن مثلا عندي شخصين ليهم نفس الوزن، وليكن مثلا احمد وعمر مثلا. احمد وزنه 100 كيلو جرام، وعمر برضو نفس الوزن 100 كيلو جرام. هل ده معناه ان احمد وعمر ليهم نفس شكل الجسم؟ بالضرورة او مش بالضرورة يكون ليهم نفس شكل الجسم. ليه؟ لان ال 100 كيلو جرام دول في منهم كتلة عضلية، وفي منهم كتلة دهنية، وفي حاجات تانية. وجود نفس الوزن عند شخصين ده ما يخليناش نقول ان هم ليهم نفس الشكل. هشوفهم يكون ليهم نفس عرض الظهر مثلا او نفس الطول وهكذا. فتساوي القيمة أو تساوي الفاليو بس ده ما يخليش الحاجة دي equal، لكن نقدر نقول عليها equivalent. نفس الكلام، أنا لو عندي نفس الشخصين دول، والشخصين دول جالهم نزلة برد، لكن أحمد خد دواء معين وعمر خد دواء تاني، لكن الاتنين ليهم نفس الفاعلية. هل ده معناه إن هم أخدوا نفس الحاجة؟ لا، ممكن ده أخد دواء برشامة بشكل وتركيبة معينة، وأحمد أخد برشامة من شركة تانية بشكل وتركيبة تانية. فده معناه إن هم equivalent لأن هم أخدوا نفس التأثير، لكن مش معناه إن هم equal لأن هم ما أخدوش نفس البرشامة بنفس المكونات وبنفس كل حاجة. حتى في البروجرامينج كمان عندي في لغة مثلا زي جافا سكريبت، لو أنا عندي two variables، واحد منهم integer وليكن 5، ال 5 دي integer، وعندي variable تاني 5 برضو لكن هو string، النوع بتاعه string. عندي نوعين من المقارنة هنا، عندي حاجة اسمها loose equality وحاجة اسمها strict equality. اللوز equality دي بتكون ان انا اقول مثلا 5 equal 5، اما الستريكت equality او التريبل equality بنقول 5 وعندي 3 equal signs كده. يعني انا بقارن بين تو variables ليهم نفس الفاليو، لكن واحد فيهم integer والتاني فيهم string. لو انا طبقت اللوز ايكواليتي فده هيطلع لي ترو، لان انا هنا بقارن بين تو فاليوز، الفاليو هنا 5 والفاليو هنا في السترنج جوه 5 برضو، فهنا هيرجع لي ترو. اما في الحاله الثانيه بنسميها ستريكت ايكواليتي او تريبل ايكواليتي، في الحاله دي طبعا دي بتطلع لي ترو، اما في الحاله الثانيه هيطلع لي فولس. ليه هيطلع لي فولس؟ لان هما equal in value لكن not equal في الايه؟ في النوع، في التايب بتاعهم، يبقى not equal in type. حلو جدا. يبقى ده معناه ان انا لو عندي loose equality انا بقارن values بس، اما لو عندي strict equality فانا بقارن بين value وتايب. يبقى لو ليهم نفس الفاليوز فدي كانت هتطلع true. يعني لو دي ما كانتش string كده مثلا كان هيطلع لي true لان ليهم نفس الفاليو ونفس التايب. اما لو two different values فهيطلع لي false لو انا طبعا بستخدم الستريكت او التريبل ايكواليتي. يبقى بالنسبه للماثماتكس وضحنا الفرق، بالنسبه لمثال حياتي وضحنا الفرق، بالنسبه في البروجرامينج برضو وضحنا الفرق.
فلو جينا نعمم القاعدة بتاعتنا فهنلاقي إن عشان نقول على حاجتين إن هما إيكوال لازم يكونوا إيكوال في حاجتين، في الفاليو أو باللغة العربية في القيمة، وكمان يكونوا إيكوال في الفورم، الشكل والتأثير بتاعهم. أما equivalent بيكونوا حاجتين إيكوال في الفاليو فقط، القيمة فقط، only value. يبقى equal معناها إن هما شبه بعض بالملي، زي ما اقول ان انا قدامي في توأم قدامي ليهم نفس الشكل بنفس الوزن، ده كده بنقول لهم ايكوال. او بنقولها بطريقه ثانيه بنقول ان هم ايدنتيكال يعني متطابقين، يعني الحاجه اللي هنا هي اللي هنا بالظبط، مفيش اي تغيير فيها. يعني كمثال برضو تاني، لو انا عندي 10 جنيه ورقه واحده وعندي 10 جنيه مكونه من 5 و5 ورقتين، الاثنين دول ايكويفالنت لان ليهم نفس الفاليو، لكن هم مش ايكوال لان في واحده 10 جنيه ورقه واحده والثانيه 10 جنيه لكن ورقتين متقسمين 5 و5. فده ببساطه الفرق بين ايكوال وبين ايكويفالنت. وباذن الله اشوفكم الفيديو الجاي بشرح الحاجه تانية.